السلام عليكم. شهر جديد، فيديو جديد وموضوع جديد. وكيف كنت قلت لكم هذا الشهر ان شاء الله غادي نهضروا فيه على نفهموا مجموعين شنو هي الولاده، ونعرفوا نفهموا مجموعين شنو هما الهرمونات اللي عندهم علاقه بالولاده، ونعرفوا مجموعين كيفاش اننا نحطوا جميع الفرص قدامنا باش ان الولاده ديالنا تكون كما بغيناها. قبل ما ندخلوا في الصميم الموضوع ديال هذا الفيديو هذه، نبغي نحل غير واحد القوس صغيور باش نقول لكم انه النهار اللي بدينا هاد المغامره ديال الفيديوهات مجموعين، وكانت كتكون عندكم دائما فيديو في السيمانه كل سيمانه، في الاول بدينا بالخميس ودابا حنا في الجمعه. هاد السيمانه هذه اللي جايه، يعني الجمعه الجايه اكسبسيونيلمون ما غاديش تكون فيديو، ماشي حيت ما كاينش الموضوع ديال الفيديو، ولكن لان هذاك الاسبوع اللي هو من 10 ابريل حتى ل 16 ابريل هو الاسبوع الوطني اللي تشجيع الرضاعه الطبيعيه. فغادي ندير واحد لو بريك بابور لكاع هادشي اللي تندير، يعني غادي نحبسوا هذا الموضوع ديال الولاده، وغادي نهضروا على الرضاعه الطبيعيه في هذا الاسبوع هذا كامل. فماشي ما غاديش تكون عندكم فيديو، غادي يكون عندكم بزاف ديال الفيديوهات، وهادشي نخليكم تكتشفوه معايا مجموعين في لاباج ديالي فيسبوك اللي غتلقاوه هنايا في لا ديسكريبسيون. الا مازال ما لايكيتوش لاباج دخلوا لايكيوها. هذا قوس. هذا ما تعنيش ان الفيديو اللي نورمالمون كان خصها تكون الجمعه الفايته ما غاديش تكون في السيمانه الاخرى، يعني السيمانه ديال لو 17 افريل غادي يكونوا ان شاء الله جوج ديال الفيديوهات اللي غادي يخرجوا اليوم باش تخرج فيديو هذا. صافي سالينا هنا نسدوا هذا القوس هذا ونبداو الفيديو ديالنا مباشره ان شاء الله. في هذا الفيديو هذه بغيت نرجع للوقيته اللي كيبدا فيها المخاض او اللي كيبدا فيها الوجع ديال الولاده. هذه الوقيته اللي كيبدا فيها الوجع ديال الولاده هي واحد المرحله محوريه، الا بغينا نقولوا واحد الوقيته اللي مهمه في لو ديغولمون ديال الولاده كامل. اليوم تنسمعوا بزاف واحد الجمله ديال انه ما جانيش الوجع، جاني الوجع بارد، ما فهمتش علاش كنتسنى يجيني الوجع الى اخره من هذه العبارات هذه. في هذا الفيديو هذه بغيت نقول لكم 3 ديال الحاجات اللي بلا بهم ما يمكنش يجي الوجع. يعني هاد 3 الحاجات، 3 لي كومبوزون هما اللي تيخليو ان الولاده كتبدا فعليا. وهنا هادو كما كتشوفوهم في هاد المثلثات هذا، هاد 3 ديال الحاجات هما اولا ان الوليد او الجنين تيكون مستعد باش يتزاد، وكيعلن هاد الشيء عن طريق افراز واحد الهرمون اللي هو هرمون لوسيتوسين، غادي نهضروا عليه اكثر في فيديوهات اخرين. الحاجه الثانيه هي ان عنق الرحم كيكون مستعد باش انه يبدا الولاده، وهذا الشيء هو اللي غادي نهضروا عليه في هذا الفيديو هذه، والهرمون اللي كيخلي ان عنق الرحم كيكون ملائم للولاده. والحاجه الثالثه هي ان العضله ديال الرحم او لا بشكل محدد، واحد العضله اللي سميتها الميومتر، سمحوا لي ما عرفتش شنو هي بالعربيه، خصها تكون حتى هي مستعده باش انها تولد. فهادو بثلاثه الا نقصات شي وحده من هادو ما كتبداش الولاده، فكيخص هادو بثلاثه يكونوا مستعدين، يكونوا يعني واجدين ويعطيو ويصفروا صفاره البدايه باش تقدر الولاده تبدا. فنرجعوا لهذاك العنصر اللي قلت لكم غادي نهضروا عليه في الفيديو هذه، وهي عنق الرحم. كنسمعوا ديرنيامون بزاف ما تحلاتش هي الوالده، تحلات الوالده بجوج ديال لي سنتيمتر ومن بعد حبسات. نشوفوا مجموعين اشنو اللي كيخلي الوالده تحل ولا ما تحلش، اشنا هو العنصر المهم اللي تيخلي لو كول ديال لوتيروس او عنق الرحم يكون مستعد باش يبدا هاد الولاده. هو واحد الهرمون اللي ما معروفش بزاف، ما كنسمعوش به بزاف، ولكن هو واحد الهرمون اللي مهم، اللي بلا به ما يمكنش تبدا الولاده، اللي هو هرمون البروستاغلاندين. الو البروستاغلاندين عنده بزاف ديال الادوار في الجسم، منها انه تيطيب عنق الرحم باش عنق الرحم كيولي مستعد انه يديراتا وانه يدخل في عمليه ديال الولاده. هاد البروستاغلاندين منين كتجي الا رديتوا البال السميه ديالها غتسمعوا فيها كلمه بروستات. البروستاغلاندين تسمى فيها بروستات لان في طيل مده طويله كانوا العلماء كيظنوا ان هذا هرمون البروستاغلاندين اللي كتفرزوه هي البروستات. من بعد تبين انه ماشي غير البروستات اللي كتفرز هذا هرمون البروستاغلاندين، انه ايضا هرمون سيمينال، يعني كيتواجد في لو ليكيد سيمينال، السائل المنوي، كيتواجد في او نيفو ديال الرحم في البلاسينتا،
فالبلاسينتا كتكون فيه كميه كبيره ديال البروستاغلاندين. هادو من البلايص اللي تيكونوا فيهم. فهنا بلا ما ندخلوا في التفاصيل التقنيه ديال كيفاش كتكون لا سينتيز ديال البروستاغلاندين، غير نبغي نقول لكم انه بلا هاد البروستاغلاندين يمكن تكون حتى شي حاجه. وهاد البروستاغلاندين كيخص ان البلاسينتا هو اللي كيفرز هاد البروستاغلاندين باش كيطيب عنق الرحم باش يستعد الولاده. يمكن لنا نعاونوه ايفونتويلمون. وهنا غادي تفهموا علاش ان الطبيب كيقدر ينصحكم بانه فاش تقرب الولاده ان يكونوا عندكم علاقات مع الشريك ديالكم، علاقات جنسيه مع الشريك ديالكم، لان كيقول لنا البروستاغلاندين كاينه بكميه لا باس بها في السائل المنوي، فهذا تيخلي ان عنق الرحم كيطيب. وهذا الشيء ايضا غيخليكم تفهموا علاش فاش كتكون اون غروسيس ريسك، يعني حمل ما ثابتش وكيكون تيكون مهدد بالاجهاض، كيمنع عليكم الطبيب ان يكون عندكم علاقات مع الشريك ديالكم لسبب ميكانيكي ولكن ايضا سبب هرموني اللي هو الافراز ديال البروستاغلاندين، واللي يقدر يؤدي للاجهاض ملي كتكون اون غروسيس اللي هي ما ثابتاش. كنتمنى ان هذا الشيء يكون شرح لكم وخلاكم انكم تفهموا واحد الشيء شويه. ويعني هنا ما غادي نتلاقاو حتى دابا 15 يوم الفيديو الاخر، ولكن هذا ما كيمنعش انا غنتلاقاو في لاباج فيسبوك، غنتلاقاو في الكونت ديال الانستغرام باش نهضروا على باش نشجعوا كاملين الرضاعه الطبيعيه في هذه السيمانه هذه ديال الرضاعه الطبيعيه. كنتمنى انكم تكونوا بزاف اللي تشاركوا معنا، وكنوعدكم ان غيكونوا بزاف ديال المفاجات من عندي انا ومن عند جميع الشركاء اللي تنخدم معاهم. كريسورس دو جور انا غنحط لكم هنا الرابط ديال ليفينمون ديال تشجيع الرضاعه الطبيعيه، وكنقول لكم نتلاقاو ماشي السيمانه الجايه، نتلاقاو دابا 15 يوم، وتهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو مجموعين.